هتجيبوا اي نوع مانجا بتحبوه، وبالسكينه هتشيلوا كده حته صغيره من فوق بس لحد ما البذره تبان، وبالراحه قوي بالسكينه نحاول نفصل البذره عن المانجا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنشيل البذره خالص ونجيب اي نوع ايس كريم بنحبه، هنستخدم مستكه او فانيليا بيبقوا احلى حاجه، وممكن تستخدموا برضو اي طعم بتحبوه. وهنبتدي بقى نحشي المانجا كويس جدا بالايس كريم ده. نوع الايس كريم ده طعمه حلو جدا وطعم الفانيليا باين فيه، ومصري 100%. لو عايزين تعرفوا نوع اكتبوا لي وانا هقول لكم على طول. هتحطوها في علبة وتغطوها وتسيبوها في الفريزر لحد تاني يوم، هتلاقوها جمدت معاكم خالص كده. هتجيبوا سكينة وتقشروها بقى كلها، وبعد ما تقشروها هتبتدوا ان انتوا تقطعوها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبكده هيبقى جاهز عندكم احلى شرايح مانجا محشية بايس كريم خطيرة. عايزة اقول لكم في الجو ده بتنعش جدا وبترطب كده على القلب. طعمها يا جماعة خطير وخفيفة جدا. يعني هي سهلة جدا، مكونين بس مانجا وايس كريم، وهتعملوها بكل سهولة وهتعجب البيت كله. جربوها، انا واثقة جدا انكم هتحبوها.